كان في دايما انتقاد موجه للجماعه الماركتيرز، بيقول ماركتير كرييت نيدز، او الجماعه المسوقين يعني هم دول اللي بيخلقوا الاحتياجات. او انتقاد تاني بيقول marketers get people to buy things they don't want، او الماركتيرز بيخلوا الناس يشتروا حاجات هم مش عايزينها. طبعا بعد ما شرحنا الفرق ما بين النيد want and demand، طبعا ثبتت كذب هذه الانتقادات، حيث ان المسوقين ما بيخلقوش الاحتياجات، لكن الاحتياجات موجوده حتى من قبل المسوقين او من قبل التسويق نفسه، يعني دي احتياجات اساسيه زي ما احنا قلنا basic human requirements. وحتى النيدز بريكزيست ماركتيرز، الحاجه موجوده من قبل المسوقين بكتير. هم المسوقين فعلا بيحاولوا يأثروا على الرغبات، ولكن ما بيعملوش الاحتياجات، ما يقدروش ينشئوا الحاجه عندك، لكن هم فعلا بيأثروا على الرغبات اللي عندك. مثال على الكلام ده، وده مثال لذيذ جدا لكوتلر، بيقول ان الماركتيرز بيحاولوا يروجوا لفكره ان مرسيدس بتلبي السوشيال ستيتس او الحاجه الواجهه الاجتماعيه يعني، لكنهم ما يقدروش يخلقوا الحاجه دي، ما خلقوش الحاجه للوضع الاجتماعي والواجهه الاجتماعيه نفسها، هم بيحاولوا يطوروا سلعه تلبي الحاجه للواجهه الاجتماعيه.